مصر تغادر منافسات الكان بعد الهزيمة بضربات الترجيح أمام الكونغو. فشل المنتخب المصري في التأهل لربع نهائي الدورة 34 من منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم بعد هزيمته اليوم أمام الكونغو الديمقراطية على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو بضربات الترجيح 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل هدف لمثله. في الدقيقة 37 من عمر اللقاء سجل ميشيل إيليا هدف التقدم لمنتخب الكونغو مستغلا اصطدام الكرة مع قدم حجازي وتغيير مسارها ليحولها برأسه داخل مرمى المنتخب المصري. وعدل النتيجة للمنتخب المصري اللاعب مصطفى محمد ليصبح أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يسجل في 4 مباريات متتالية بنسخة واحدة في إفريقيا. وضم تشكيل المنتخب المصري كل من محمد أبو جبل، أحمد فتوح، وأحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني، ومحمد النني، وحمدي فتحي، ومروان عطية، وتريزيجيه، وأحمد سيد، وزيزو، ومصطفى محمد. وعانى منتخب مصر العديد من الغيابات في مباراة اليوم بسبب الإصابات التي ضربت الفريق، وأبرزها محمد الشناوي حارس المرمى، وإمام عاشور، ومحمد صلاح.